طبعا كلنا من ايام العيد وكلنا حاسين بكسل وخمول، لان طبعا بنسهر وقلبين ليلنا نهار ونهارنا ليل. وطبعا العاده السيئه دي ما تنفعش ولازم نتخلص منها بسرعه، لان طبعا زي ما ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال اذا اتى الليل اطفئوا المصابيح. لازم لما يجي الليل نطفئ النور وننام علشان نستعيد قوتنا ونشاطنا لليوم اللي بعده، وكل واحد يقوم ويشوف حاله ويشوف وراه ايه. وطبعا لما تنامي بالليل بتقوي مناعتك، وده كله طبعا بيبقى عشان هو ده طبيعة جسم الانسان وطبيعة الحياة، ان احنا ربنا خلقنا ان احنا ننام بالليل ونقوم بالنهار عشان نشوف ورانا ايه. لكن طبعا من ايام العيد والسهر والصيف عامة بيخلي الناس تسهر، وطبعا وبالنهار تنام، فده طبعا اكبر غلط واكبر كسل لما نعمل كده. فلازم بقى كده تتخلصي من الحاجة الوحشة دي أو العادة السيئة دي علشان تستعيدي كده جسمك ونشاطك وطاقتك وحيويتك. ونقول أول ما نصحى من النوم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أول ما نفتح عينينا وإحنا لسه على السرير هتقوليها 3 مرات علشان ربنا يبعد عنك كل هم وكل حزن وكل كسل. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا حبايبي حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا من عشان نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتملا منها الافاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا الى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه بدات يومي طلعت بقى كده انشط نفسي شويه وطلعت عند الطيور عشان بقى كده اكنس مكان الطيور. زي ما انتوا شايفين كده خليته زي الفل. ده كده اول حاجه الصبح، وقلت قبل ما الشمس تبقى شديده اطلع اول حاجه اكنس فوق عند الطيور. بعد كده نزلت زي ما انتوا شايفين كده، كنت جايبه باميه وكنت يعني عاملاها من قبلها بيوم وكنت حطاها في التلاجة، وقلت بقى كده هصبح عشان اصورها معاكم واعرفكم بقى كده. دول 2 كيلو باميه جالي من بالليل فقمعتها وسبتها على رف التلاجة. لازم تحطها في كيس عشان مكان القمع دوت ما يسمرش منك. سبتها وتاني يوم زي ما شفتوا كده طلعت عند الطيور ونزلت بقى علشان اعملها على طول. سبتها عشان اصورها معاكم، وكمان ما ينفعش ان اولع البوتاجاز بالليل ويبقى خلي بقى الشقه حر والجو حر اصلا، فقلت لا خليها لتاني يوم الصبح وابقى برضو غير بالليل. زي ما شفتوا كده عملت عصير ليمون وحطيت معلقه سكر ومعلقه بيكربونات الصوديوم واديتها غلوتين على النار وبتطلعها تحطها في مصفى، وادي بقى بتبقى جميله وبتدنها خضره زي ما هي. ممكن تطلعيها وتحطيها في ميه بتلج على طول، ممكن تطلعيها تفرديها في المصفى وتحطيها تحت المروحه، واول ما تبرد تحطي غلفيها في اكياس، وطبعا الحجم اللي انت عايزاه وعلى قد استعمالك بتكيسي بقى الاكياس بتاعتك. طبعا السكر ماده حافظه وبيديها طعم جميل، وبرده بيكربونات الصوديوم بيخليها خضره وحلوه، والليمون عشان ما تغمقش منك. ادي ال2 كيلو اهوت عملتهم على 4 اكياس. تعالوا بقى نشوف الليمون ده كنت عاملاه بقالي كام يوم. طبعا بتغليه على النار بتسيبيه في الميه 5 دقايق، لما تحسي بقى كده ان الليمونه خلاص اتطبقت كده معاكي بتاخديه بقى تغيري ميته يومين في الميه. طبعا في اليوم بتغيري له اكتر من 3-4 مرات عشان طبعا المراره تروح منه. تعالوا بقى كده بعد ما غسلته عشان برضو قلت نعمله مع بعض. طبعا كنت عامله معاكم فيديو مخصوص لليمون، بسم الله ما شاء الله كانت مشاهدته عاليه جدا والحمد لله. تعالوا بقى كده علشان نشوف الليمون ده هنعمله ازاي. طبعا كان عندي فلفل، جبت شويه بقى فلفل كده برضو بقى طعمه حلو في وسط الليمون. احط بقى شويه من الفلفل عليهم شويه من الليمون، شويه من الفلفل يعني طبقات كده من الفلفل والليمون. وبعد كده جبت الميه، لتر الميه بياخد 4 معالق ملح ومعلقه سكر شويه خل، وهنا حطيت برضو معلقه حبه البركه، وكمان هحط معلقه من هريسه الشطه. طبعا ممكن تعملي ليمون بس، لكن انا كان عندي الفلفل دوت فحطيته يعني في قلب الليمون. المخلل ايه غير ميه وخل وملح وليمون، لان طبعا في ناس بتقولك ما بنعرفش نعمل اي مخلل خالص في البيت. تجيب الميه وتظبطي الملح بتاعها، لتر الميه بتحط عليه من 3 إلى 4 معالق ملح، وتحط عليهم شويه خل وتعصري ليمون وتحطي الليمون في قلبه، وهو ده تحطي بقى خيار، تحطي فلفل، تحطي ليمون زي ما انت عايزه. ده كده ابسط الطريقه للمخلل.
ندوب بقى الملح والسكر كويس، وبعد كده نحطهم على الليمون. جبت برضو هنا كام ليمونه، اعصر برضو عصير ليمون، وطبعا القشر بتاعه مش هرميه، هحطه على وش الليمون عشان ده اللي هيحفظ لك الليمون بتاعك، مش هيخلي وش الليمون يجي على اي بكتيريا، وكمان يجي على اي عفونه خالص. حطيت برضو شويه خل معاهم، ويلا بقى كده علشان نحط ده كده خل على ليمون. تعالوا بقى كده نسقي البرطمان بتاعنا، وقشر الليمون على الوش اهوت زي ما قلت لك، عشان اي بكتيريا لا قدر الله واي عفونه تبقى تيجي على القشر بتاع الليمون. وادي بقى الباميه اهيت، هدخلها في الفريزر، وزي ما قلت لكم هاتوها بقى الايام دي مسكره وجميله قبل ما تنشف وتفضي. هاتوا بقى كده اللي ما خزنتش باميه، هاتوها وخزنوها، هي بتغلي غلوتين على النار، وبعد كده بتحطيها في مصفى او ميه بتلج، وبتحط في الميه بتاعتها بتحط سكر وبيكربونات الصوديوم، وكمان تعصري عليها ليمون، ولما تبرد تدخليها التلاجة، والاكياس اللي انت على حجم ما انت بتحتاجي انت وبيتك. تعالوا بقى كده ندخله التلاجة ونجهز غدانا النهارده ونشوف هنعمل ايه. طبعا حطينا بقى كده لايك حبايبي، بتنسوا تحطوا اللايك للفيديو. وطبعا الفيديوهات نازله خالص الايام دي، هو الكل بيشتكي، والقنوات الصغيره كلها بتشتكي، اليوتيوب مش بيوصل الاشعارات للناس وبيقلل خالص من الاشعارات. يعني انا كمان مشتركه مع ناس بيجيلي ممكن الاشعار تاني يوم ما يجيش خالص. فاتمنى كده تتفاعلوا مع الفيديو باللايك، عشان لما انزل الفيديو على طول يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل اشعاراتي. هغسل بقى هنا المواعين عشان اطبق كده الحوض بعد ما عملت فطار. طبعا شغل البيت مفيش احسن منه، بيديك نشاط وبيديك قوة في جسمك، واحسن من القعدة والكسل ده كده اكبر، يعني بتجيب الداء وبتجيب الامراض، هي القعدة والكسل والوخم. فاللي كده اي واحدة كسلانة عايزة تتخلص من الوخم والتعب اللي في جسمها، لازم زي ما قلت لك الاذكار وذكر الله والصلاة على النبي، وطبعا تقوم كده وتتنشطي وتشوفي وراك ايه. ده كده انت بتتغلبي على الكسل والخمول اللي هو في جسمك. مش ان احنا نستسلم لاي حاجه، ان احنا نقعد بقى ونستسلم للكسل، لا طبعا ده كده اكبر خطأ ان احنا نعمل كده. تعالوا بقى كده هنا عملت ايه، جبت بقى كده الفرختين دول كان عندي في التلاجة، طلعتهم كنت نقعهم يعني في ميه وليمون وملح، وغسلتهم برضو بالدقيق، وبعد كده بسيب بقى الميه داخله على غليان، بحط فيها سقطت فيها الفراخ بعد ما حشيتها بالرز، وبعد كده طبعا عملت مرتة عاديه خالص كده، هي المرتة العاديه خالص، وحطيت بقى المنكهات ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وعود قرفه ومكعب مرق، وهسيبها بقى كده مع نفسها. نعمل بقى شويه بشاميل كده عشان نعمل صينيه مكرونه بشاميل برضو، كل حاجه بسيطه النهارده خالص اهي طبيعيه مش فيها اي تكاليف. بشوح بقى كده اول حاجه الدقيق، لو 3 معالق دقيق يبقى تحطي 3 معالق سمنه او 3 معالق زيت، وبعد كده تشوحيهم. اول ما الدقيق لونه بس كده يغمق سنه، ما تغمقهوش قوي عشان ما يمررش منك، تنزلي بشوربه على حليب وتقلبيهم على طول. يعني كل ما تنزلي شويه شوربه او الحليب تقلبيهم على طول لازم مع الدقيق عشان ما يعملش تكتلات معاكي. طلعت بقى هنا اللحمه اهي بعصجها برضو، اديها صدمه الاول، واول ما لونها يتغير على طول انزل بقى عليها بالبصل. لو مستعجله ومطلعاها من الفريزر ولا يهمك، بتفك بسرعه الصاروخ، تحطيها على النار وتهدي النار بعد ما تسخني الماده الدهنيه كويس، تحطي اللحمه المفرومه، وبعد كده بتفك على طول بسرعه، تهدي عليها النار وبتلاقي بقى فكت على طول. بعد ما حطيت البصل بنزل برضو هنا بالفلفل الالوان اهوت، ده كله بقى كده خد تشويحه مع بعض. وتعالوا نحط بقى كده عليها البهارات، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وبابريكا وقرفه وتوم بودر بصل بودر ورشه قرفه. تحط بقى بهارات لحمه، تحطي طبعا زي ما انت عايزه. حطيت هنا السبع بهارات وفلفل اسود، وده طبعا يبقى يعني كافي اللي هو يطعم لك العصاج بتاعي. معلقه بقى كده من معجون الطماطم، جبت بقى الصينيه اللي هعمل فيها، بدهنها الاول سمنه، وبعد كده بحطها في القاع كده مغرفتين بشاميل، وبرده حطيت مغرفتين برده عليهم عشان على المكرونه دي بقى بتديها تماسك مع بعض، ما تخليهاش ان هي تبقى يعني بتخلي طعمها حلو. كل ما تكتر البشاميل وتخليه ما يكونش تقيل معاكي، يكون قوامه مظبوط، بيديكي طعم حلو للمكرونه.
هوزع بقى كده المكرونه اهيت في ارضيه الصينيه. بصوا هي طبقه واحده بس من المكرونه، بتلاقي مكرونيه جنب مكرونيه عشان ما تبقاش تخينه معاكي وتكون يعني تقيل. حط بقى العصاج اهوت هوزعه. طبعا لما بتلاقي العصاج كتير ممكن هتحتفظي بيه في الفريزر في اكياس او في علبه للمره اللي بعدها. يبقى انت كده يعني بتخليكي لو انت بتفكري تعملي اكليت صينيه مكرونه تطلعي يبقى العصاج جاهز على طول. صينيه رقاق اي حاجه تعملي طواجن مكرونه، يبقى انت عندك كده اللحمه المفرومه او العصاج يكون جاهز على طول. يعني لو انت عملتي ولقيتيه كتير على المقدار اللي انت بتعمليه تحتفظي بيه في الفريزر لحد اي وجبه تانية او اي وصفه تطلعي يبقى جاهز معاكي على طول. بعد ما حطيت اللحمه المفرومه هحط برده كده مغرفتين بشاميل، برده زي ما قلت لك بيخلي طعمها حلو. هوزع برده المكرونه الطبقه التانية. طبعا عملتها معاكم يعني بالجبن وعملتها معاكم بحاجات كتير، والمره دي بقى كده سهله وبسيطه وطعمها جميل، عشان طبعا الحاجه غاليه ومش عايزين ان احنا نكلف ونعقد الامور. يبقى كل واحد المتوفر في بيتك هتعمليه على طول، ولا جبنه موتزاريلا على الوش ولا جبن في البشاميل ولا اي حاجه. مادام اللبن الحليب عندك دسم خلاص ده كده كافي ان هو يخليك طعم البشاميل يكون حلو. بفرد بقى الطبقه التانية اهي، وبعد كده احط عليها البشاميل. جبت بقى هنا بيضه عشان تبقى كده الوش بتاع البشاميل يبقى لونه اصفر وحلو. حطيت بيضه في البشاميل ده كده الطبقه اللي احنا هنحطها على الوش. رشه فلفل اسود ورشه ملح زي ما انتم شايفين، وهضربها بالمضرب وبعد كده احطها على وش المكرونه. ده كده الطبقه اللي احنا بنحطها على الوش. هولع بقى الفرن من تحت. اول ما ياخد لون من تحت تحس بقى كده المكرونه اصفرت من تحت. وكمان الفراخ برضو هدخلها يعني بعد ما تستوي في الحله هطلعها وادهنها بمعلقه سمنه بلدي زي ما قلت لكم، يعني مش من غير اي حاجه خالص، سمنه بلدي على معلقه صلصه. وادخلها برضو لما المكرونه تستوي. هولع الشوايه للمكرونه وللفراخ. طبعا المكرونه بتقعد في الفرن يعني الصينيه دي عشان كبيره شويه هسيبها ساعه في الفرن. زي ما قلت لكم اول ما المكرونه اصفرت من تحت ولعت بقى الشوايه للفراخ ولوش المكرونه. وده كان فيديو معاكم النهارده حبايبي، يا رب يكون عجبكم ويكون لرضاكم، وكل سنه وانتم طيبين. يلا بقى كده وداعا للكسل والوخم، وربنا يعطينا ويعطيكم الصحه والعافيه يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.